التاريخ والله نتحسر. لا الامر من قبل ومن بعد. فاذا المراه العربيه كان لها قيمه عجيبه، بس في نقطه. نعم. المراه العربيه في التاريخ العربي كان يعني نظره العربي لها نظره طبيعيه مرتجله. بمعنى المراه في الغرب عندهم فكره الخطيئه، ان هي اللي خرجت ادم من الجنه. نعم. عندهم هذه الفكره. وفكره ادم ابن الخطيئه او ابن ادم ابن الخطيئه دي موجوده عند الغرب الى وقت قريب، وفي نفس الوقت السبب فيها هي المراه كما يقولون. العربي ما كانش عنده هذه العقده. العربي لم يكن عنده هذه العقده، بالعكس هو شاف امه، شاف خالته وعمته، شاف ابنته. اضربك مثال بسيط من التاريخ. الراجل الحارث بن عوف راح يخطب عند اوس بن حارث الطائي. اوس بن حارث الطائي عنده 3 بنات، والحارث بن عوف كبير بني تمام ما شاء الله، يعني اللي اصلح بن عوف سلوبيا. فدخل عند بناته، نادى البنت الكبرى قال تعالي، هذا هو الحارث بن عوف سيد قومه وجاء خاطبا، ماذا تقولين؟ بدليل على ايه؟ الاول قبل ما ندخل في الحكايه ان البنت ايه لها راي تستشار. احنا بنتكلم قبل الايه؟ قبل الاسلام. بس عشان نثبت ان كيف ان المرء، ولذلك لما جاء الاسلام جاء يضع، قال صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالنساء حتى ظننت انه حرم الله علينا طلاقهن. شو ازاي؟ سبحان الله. لأنه فضل يوصيني زي ما اصاب الاسلام في الاسلام. فانظر الى فالعربي كان يكرم المراه. فالمهم البنت الاولى قالت ايه؟ ماذا قالت؟ شوف الادب العربي. نعم. ودي واحده بتعتبر نفسها جاهله، لا تفهم لا تعرف. انا اقرا لك النص. اتفضل. انا يا ابت امراه في وجهي رده. يعني اللي شوفني كده يعني مش ما فيش مسحه جمال، يعني هي ترى نفسها هكذا. ما فيش واحده طبعا تقول هذا عن نفسها الا يعني بنت حصيفه، بنت زعيم. سبحان الله. في وجهي رده وفي خلقي بعض العهده. يعني احيانا كده زرق، احيانا عصبيه، اي كلام. تعرف نفسها جيدا. نعم. ولست بابنة عمه فيرعى رحمي. انا مش بنت عمه عشان يقول عيب، عشان عمي يقول بص يقول يا ابني عيب، زي ما كانتش زوجتك تبقى زي اختك. ده انت شفت الكلام هو غريب عنها. نعم. من قبيل اخرى. سبحان الله. وليس بجارك في البلد فيستحي منك. ده ياخدني ويروح على قبيلته. حليني بقى، لا في لا جوابات ولا انترنت ولا الحقيني يا ماما الحقيني يا لا ما فيش يا طنط، ما فيش كلام ده خالص الموضوع ده. صحيح. سبحان الله. فيستحي. ولا آمن أن يرى مني ما يكره فيطلقني فتكون في وجهي وفي وجهك. ما كل هذه الحكمة دي ايه؟ ده بتعتبر نفسها ايه؟ سبحان الله. انها بنت يعني عندها كل النقائص. راح جاب الوسطى، تعالي هذا ذكر لنا نفس القصة. فتقول اني خرقاء، يعني حمقاء، يعني عندها لا تحسن للكلام ولا بتاع. في ناس ايه والعياذ بالله مدب، والله في ناس من حمل الشهادات العليا من يعني في داعي الكلام يوصف بالاخرق في خرق. وليست بيدي صناعه، لا انا اعرف اغزل ولا اعرف احلب. والله لو قيلت هذه لبنات الجامعه، البنت في سنه رابعه اخر سنه تتخرج ممكن ما تعرف تعمل كوب شاي. صحيح. ما هي بنت ناس مدلله عندها خادمه واثنتان. هذه المصيبه. هذه المصيبه. يعني تعيش في مستوى ابيها مع ومار. ولكن هي برضه لابد ان تحسن. لا مش واخده على المطبخ ولا تعرف تطبخ ولا تعرف تجهز اي شيء. لا في سلالة عائلات كبيرة وسلالة عائلات من عائلات البيوتات التي يشار إليها. سبحان الله. الأمهات تجيب البنت رغم أنها ثرية وعندها طباخة وتعلمها. مش البنت لغاية ما تتزوج لا والله أنا ما أعرفش أطبخ، لا ما أعرفش أطبخ فيه. هم يعتبرنه نوع من أنواع الرفاهية الاجتماعية. لا بالعكس. وبعدين الزوج يوما مهما يأكل عايز يشرب كوب شاي من يد زوجته. صح. عايز ياكل اي طعام ولو باي نوع. مش نبقى نعيش في هبل في هبل. صحيح. صحيح. وبعدين هو يقعد يبص كده للشهاده بتاعت الله، الشهاده دي ما شاء الله جميله، دي شهاده. لا مش يبص على الشهاده ولا الاجازه العلميه اللي محطوطه على الجدار. نعم. لا هو يبص ماذا تصنع له. المهم اني خرقاء وليست بيدي صناعه، ولا آمن ان يرى مني ما يكره فيطلقني. جاب الصغيره تمام اسمها بهيسة او نهيسة. المهم نعم. قالت ولكني والله الجميلة وجها
الواحده واثقه من نفسها بقى. طيب الجميله دايما يقولوا هي تحكي الحقيقه. سبحان الله. نعم. دي اخر العنقود ولا سكر معقود سكر ما شاء الله. ولكني والله الجميله وجها. نعم. الصناع يدا. انا طباخه وماهره واغزل واعمل سبحان الله. الصناعه 7 صنايع. الرفيعه خلقا، الحسيبه ابا، النسيبه عائله. ايه ده سبحان الله. فان طلقني بها ايه؟ هي وافقت خلاص. شوف ازاي. فان طلقني فلا اخلف الله عليه خيرا. روح منه الله. لا حجة له. لا حجة. هذا منطق. نعم. بنى بها يعني العقد تم، اخذها وسير في الطريق، فاراد ان يبني بها في الطريق. نعم. قالت لا والله لا تبني بي الا بين اهلك. ان يدخل عليها. ان يدخل عليها يعني. تمام. فسبحان الله صار الى اهله، فاراد ان يبني هذا الدم وهذه الحرب المستمره. فقالت له اتبني بي ونعرس وعبس وذبيان منذ سنوات وهم يقتتلون؟ اخرج فاصلح بينهما ثم تعالى ليكون الفرح فرحا. شوف الكلام جميل. شوف الكلام. راح ودفع الديات واصلح بين عبس وذبيان. هذه المرأة العربية. المرأة العربية تخيل هذه المرأة لما يأتيها مجادين. لما يأتيها دين سبحان الله. صحيح. يعني اذا المرأة عند العربي هذه قيمتها. طبعا عبر عنها الشعر بقى ساعة ساعية غيظ بمرة بعدما تبدل ما بين العشيرة بالدم. نعم. فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرهم. نعم. هذا الموقف وموقف هذه المرأة بهيسة كما قلت في الأغاني الأصفهاني. أصلحت بين عبس وذبيان. لها دور. شو دور المرأة؟